الوزيرة اليوم في جربة جزيرة الأحلام. طبعا حضورك في ندوة عندها أهمية كبيرة برشا، وحضورك في هذه الندوة دلالة اللي أنتم تهتموا بمثل هذه المواضيع. تفضل. طبعا اليوم للإعلام دور أساسي ودور مضاعف في حياة الناس، في تحقيق الاندماج الاجتماعي، في تغيير العقليات، في إيصال المعلومة أيضا. أولا نحن في الحقيقة نعتقد أن اختيار هذا الموضوع هو موفق جدا بالتمكين الاقتصادي للنساء. دور الإعلام في التعريف ببرامج التمكين الاقتصادي هو دور أساسي ودور محوري، ونحن نراهن على دور الإعلام في هذه المسألة، لأنه كلما تم التعريف بهذه البرامج أكثر، كلما تناول الإعلام هذه البرامج إلا وكان وصول المعلومة إلى أكثر عدد ممكن من الفتيات والنساء. هذه نقطة رقم واحد. نقطة رقم اثنين، لوسائل الإعلام دور آخر، وهو الإضاءة أو وضع الضوء أو تسليط الضوء على قصص النجاح في مجال التمكين الاقتصادي، وهذا يمثل رسالة إيجابية، رسالة حث على المبادرة الخاصة وعلى الانخراط في التمكين الاقتصادي والانتصاب للحساب الخاص باعتباره الأداة الأساسية اليوم وغدا للعمل ولتحقيق الكرامة المادية. نقطة ثالثة أيضا لوسائل الإعلام، إلى جانب التعريف ببرامج التمكين الاقتصادي، إلى جانب تسليط الضوء على قصص النجاح، فهو أيضا ينقل شواغل النساء اللواتي يقمن بتجربة التمكين الاقتصادي، ما ينقصهن تشريعيا، ما ينقصهن من آليات، كي يكون الأداء أكثر جودة وأكثر فعل في التنمية وفي الاقتصاد. شكرا.